اخوانا، اي اصابه بتبقى عندي بذبابه الفاكهه. ذبابه الفاكهه احنا قلنا دي حشره صغيره عامله زي الناموسه كده، بتحط البيضه بتاعتها على سطح القشره الخارجيه للثمره ايا كانت الثمره، وهي بيبقى ليها ثمار معينه سهله الاصابه بيها. يعني ما تقدرش هي تصيب البرتقال البصره او الصيفي، بتصيب اليوسفي اكتر مثلا، وتصيب الجوافه، بتمرمط الجوافه. طب لو حصل انا عندي اصابه زي كده، خلاص، حصل عندي اصابه زي دي، الثمره دي اتصابت ذبابه الفاكهه، يعني لو احنا فتحناها دلوقتي هنلاقي جواها دود. الثمار اللي بتبقى تحت على الارض دي اخطر شيء، ان تبقى الثمار دي موجوده عندك، دي اتصابت اهي بذبابه الفاكهه. الذبابه عفنت الثمره لما عفنت تتكون عليها حاجه اسمها فطريات اعفان الثمار. صح. تتكون عليها فطريات اعفان الثمار، يعني هنا اصبحت المشكله مشكلتين، ودي اهي اتصابت برضو بالذبابه اهي، المكان ده مصاب بذبابه الفاكهه. قلنا ناموسه صغيره فراشه، تحط البيضه بتاعتها، البيضه تفس تبقى دوده، الدوده تعمل لك تهتك لنسيج الثمره. نسيج الثمره لما يحصل له تهتك يتكون عليها فطريات اعفان الثمار اهي. يبقى في الحاله دي احنا نسيبها كده بالطريقه دي، انت كده عديت نفسك وعديت جارك، وتفضل الدوره بتاعت الحشره موجوده عندك حتى لو انت رشيت الشجره بالمضادات الجاهزيه اللي احنا ذكرناها. طب ايه الحل؟ الحل ان الثمار المصابه دي، اما ان انا اجيب كيس بلاستيك واخد الثمار دي واربطها جوه كيس وارميها بعيد جوه كيس، بحيث ان الحشرات اللي موجوده والدوده هتتخنق هتموت. او ان انا اجي تحت الشجره الجميله دي وابعد حوالي 30 سم 40 سم، واحفر بعمق تحت على الاقل 30 سم، والم كل الثمار دي خلاص وادفنها فين؟ تحت الشجره. يبقى تغذيه عضويه للايه؟ للنبات. واي مخلفات عضويه عندك في البيت، حتى لو بواقي اكل عندك، مفيش اي مشكله انك انت تدفنها تحت الشجره. اللي هي بواقي السمك او البتاع، مفيش اي مشكله، تدفن تمام، بس على عمق. على عمق. لان في ناس بس بتغلط برضه حتى في المواد العضويه اللي بيحطوها زي سبله الدواجن، بيغلطوا ان هو يحطها على الوش. لا بنحفر له ونعمل، لازم تحفر. بس بتعمل في شهر 12 او شهر 2. لا، اي ماده عضويه مخلفات في البيت تدفنها في اي وقت. تمام، لكن اي ثمار تالفه زي كده حطها في اي وقت. اللي بتتكلم عليها دي الخدمه الشتويه. الخدمه الشتويه. الخدمه الشتويه بتتعمل من اول شهر 12 لغايه نص واحد، قبل 2. قبل 2، لان 2 لو دخل هتبتدي عليك الثمر 2 هيدخل ارتداد العصاره في النبات، يعني النبات هيبتدي عصارته تاني تتحرك، هيدخل عليك الدفع، تمام. وانت في الحاله دي بتعمل تهتك للجذور، فده غلط. يبقى معاك من نص حامي 12. على الجذر تحت. ايوه، هيبقى حامي على الجذر. يبقى معاك من نص 12 لنص واحد نعمل فيه الخدمه الشتويه. وتاني بنقول اي حاجه ثمار زي كده لم يا عم محمود، خلاص تتلم في كيس، تتربط، تترمي بعيد، او تدفن تحت الشجره على عمق.